النهارده بقى هقول لكم ازاي تعملوا احلى فول مدمس في البيت لزوم بقى السحور في رمضان. وهقول لكم ازاي يطلع معاكم باللون الفاتح ده، وكمان المية بتاعته تكون تقيلة وحلوة زي ما انتوا شايفين كده. جربوه على طريقتي وان شاء الله هتاكلوا احلى فول مدمس ممكن تعملوه في البيت، نضيف وحلو جدا، احلى كمان من اللي بنشتريه من المطاعم، وكمان اقتصادي وطريقته حلوة وبسيطة جدا. اول حاجة معايا نص كيلو من الفول. بتروحي للعطار تقولوا له عايزة فول مدمس بلدي يكون فاتح، ولون الفول معاكي من الاول هو اللي بيحكم على نتيجة لون الفول بعد التسوية. كل ما جبتي الفول لونه فاتح كل ما ادالك نتيجة حلوة، واحسن فول تجيبيه هو الفول البلدي. هضيف عليه بعد كده معلقتين كبار من العدس الاصفر، ونص كوباية من الفول المدشوش. انا بس نقعتهم، تحسوا ان الكمية كبيرة بس هو بس معلقتين من العدس ونص كوبايه من الفول المدشوش. في القدره بقى انا النهارده هعمله في القدره. لو ما عندكيش قدره تقدري تعمليه في الحله العاديه خالص، برضو اي حله، حله الومنيوم او حله ستيل، الحله المتوفره عندك هتستخدميها. هنزل بقى كل كميه الفول اللي معانا بالشكل ده في القدره مره واحده، وهنغلي ميه او من الكتل هنضيف ميه لحد ما نوصل للمستوى اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هضيف نص عصير نص ليمونه، واحط تقل بقى. انا مش برجح قوي نحط غطا القدره لان ممكن الميه بتاعه الفول تفور معانا وتبتدي تنزل ميه على عين المتجاز. انا كان عندي الفخار ده فمليته ميه واستخدمته كتقل. التسويه بقى على شعله، اصغر شعله عندك على البوتاجاز، الشعله اللي احنا بنعمل عليها القهوه دي، واحط عليها بقى القدره بتاعه الفول لمده ساعه. اثناء الساعه دي هجهز خلطه حلوه قوي. الخلطه دي بتدي طعم للفول مميز جدا. هضيف بس 4 معالق كبار من الزيت، وعليهم معلقه كبيره من الثوم المفروم، وهبتدي كده ان انا اشوح او احمر الثوم ده معانا بالشكل ده. عايزه اقول لكم الخلطه دي بتدي طعم مميز وحلو جدا للفول ومش بتاثر عليه خالص. وعايزه اقول لكم ان طعم التتبيله او الخلطه اللي انا هعملها معاكم مش بتبان خالص في الفول، هي بتديله طعم حلو لكن ما بتغيرش من طعمه خالص. هضيف بعد كده بقى فلفل اخضر حلو، وهبتدي ان انا اشوح الفلفل ده مع الثوم. والريحة في التوقيت دي بتكون حلوة جدا مع ان يعني الخلطة بسيطة. وهضيف بعد كده عصير طماطمتين، يعني طماطمتين متوسطين كده ضربتهم في الخلاط ونزلت بيهم على الثوم والفلفل اللي احنا شوحناهم في الاول. وهسيب بقى الصلصة كده تتسبك معانا او تنشف كده. اول ما الطماطم تستوي وتنشف معانا بالشكل ده هضيف بقى بعد كده معلقة كبيرة ممسوحة من الصلصة. وعايزة اكد تاني ان والله العظيم ان الطماطم والثوم والحاجات دي مش بتبان في الفول خالص، هي بس بتديله طعم مميز ولون حلو قوي بعد التسوية. هضيف بقى معلقة صغيرة مليانة من الكمون، ومعلقة صغيرة مليانة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الشطة. التوابل دي برضو بتدي مع الخلطة طعم حلو جدا. انا بعد كده بقى مش بجهز الفول خلاص كده، الخلطة دي بتغنيني ان انا كل شوية او انا بقدم الفول اجهزه. زي ما انتم شايفين لون الخلطة حلو جدا، وعلى قد ما هي والله بسيطة قوي لكن بتدي زي ما قلت لكم طعم مميز قوي للفول. جربوه بس بالطريقة دي وان شاء الله هتاكلوا احلى شوية فول مدمس في البيت. بعد ما عدى ساعة بقى من تسوية الفول، الساعة الاولى زي ما انتم شايفين اللون الفول فاتح وحلو جدا ومغيرش معانا. وده بيرجع زي ما قلت لكم ان احنا بنستخدم نوع الفول، او نوع الفول اللي احنا بنستخدمه يكون فول بلدي لونه فاتح. بنقلب بقى الفول مع الخلطة الحلوة اللي احنا عملناها بالشكل ده، وبديله برضو تقريبا كل شوية علشان الفول ما يرقدش معانا تحت في قاع الفوالة او يتلسع مننا. بسيبه بقى على نار هادية جدا بعد الخلطة دي ساعتين كمان. انا بصراحة سبته بعد الخلطة دي 3 ساعات، يعني مدة التسوية اللي انا عملتها للفول كانت 4 ساعات، ساعة في الاول وبعد الخلطة اديت له كمان 3 ساعات على نار هادية جدا. وزي ما انتم شايفين بقى لون الفول حلو ازاي، والمية كمان بتاعته تقيلة. هو كده عشان لسه سخن، كل ما هتسيبوه يبرد كل ما هتحسوا ان المية دي تقلت اكتر واكتر.
وزي ما انتم شايفين كده، والريحة بتاعته خطيرة علشان الخلطة البسيطة اللي احنا عملناها مع بعض. بنقدمه بقى بنرش ملح، لان انا ما ضفتش ملح في الاول، وشوية من الزيت وشوية من عصير الليمون، وبنهرسه بقى بالشوكة. عايزة اقول لكم وانا بهرسه ما كانش مستحمل والله، حتى القشرة بتاعته كانت دايبة خالص. وقدمه بقى احلى طبق فول مدمس على السحور، حلو جدا ولونه فاتح وحلو قوي زي ما انتم شايفين. وكل ما تسيبوه يبرد هيتقل معاكم، يعني هيديلكم قوام تقيل. وقدموه بقى كده بألف هنا وشفا يا رب. متنسوش بقى تعملوا لايك وتخزنوه كده بقى، اهم حاجة تسيبوه يبرد تماما قبل التخزين، وتحطوه في اكياس وتحطوه بقى في الفريزر علشان تقدموه كده في السحور. كل سنة وانتم طيبين يا رب. متنسوش كمان تشتركوا في القناة عشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. اسيبكم في امان الله وسلام.